السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. هلا وكل الهلا بكل متابعيني حبايب. اليوم حبيت تشاركوني يومي، حبيت شوي هيك أسوي روتين جديد الرمضان، وإن شاء الله يبلغنا رمضان بحق محمد وآل محمد براحة بال وتسهيل الأمور وقضيان الحوائج ونجاح طلابنا بحق الحسين الشهيد. وحبيت أصفي وياكم المسواق حبايب، وكلش واحد يخبص روحه على أبو جاي رمضان. ترى رمضان هم شهر عبادة وشهر خير وشهر مواصلة بين الأحباب، لأن حلو واحد شوية يتفقد القرايب، يتفقد الفقير، يتفقد المحتاج، لأن الدنيا ما تسوى واحد كله بس على الأكل. لأن احنا ما صايمين بس على مود الأكل، احنا هم صايمين حتى نتقرب لرب العالمين. وتدرون هذا شهر عبادة. حبيت أغسل وياكم المخاد وشوية سوي روتين جديد، وانتم هسه تباعون للفيديو وأنا أسولف وياكم حبايب. مو كل الوقت تقضيني أسوي هذا وأدخل للمطبخ، وهاي هم أخلي لي فد نظام أقرأ قرآن، أزور أحبابي، أسوي مثل فد روتين جديد بالبيت، أسوي نظام لأولادي، أسوي نظام لبناتي. ترى مو إحنا مثل الغرب كل من عايش بوحدة بالغرفة، لا، أنا هم أقعد ويا الأولاد سواء البنات والولد، أولاد أسميهم أنا، أقعد وياهم أشوف شنو نقصهم، شنو طلب. مو شرط نقصهم مادي ولا نقصهم ملابس، لا، يجوز مثل نقصهم إحساس بالأم، هاي وحدة. يجوز نقصهم فد شي هم مفتقدينه عند ما تسألين عليهم، قولي لهم شنو يما شلونكم، مستواكم، منو اللي مضوجكم، منو اللي مأذيكم، شنو اللي مضوجكم بالمادة. اكو فد شي بحياتكم تحسونه يعني ما يمشي، انا اكون اصير قريبة الهم. ليش؟ لان انا اولادي هم بدي يتفوقون، وهم بدي يوصلون المستوى، وهم بدي يرفعون راسي، لأن أولادي أنا سنة كاملة أصرف عليهم. ما أريد هاي السنة تروح هدر، أريد السنة أحصل لي بيها فد ثمرة، أريد السنة أحصل لي بيها فد رصيد. سنة كاملة ببرد وحار وتعب، أريد أحصل لي فد شنو، أحصل لي فد شي أستند عليه. فحبايب هاي الدنيا مو الدنيا بس أقضيها بس للمطبخ أو بس للطلعة أو بس للمصرف، هاي وحدة حبايب. وأهم شي واحد يدير باله على مصروفه الشهري. يعني أكو ناس مدخولها يعني مثل ما تقولين على قدها، فأنا ما أغار بهذا الشيء وأسوي إلا مثل صاحبتي، إلا مثل صديقتي، أطبقها بغير شيء. يجوز أطبقها بقراءة القرآن، أطبقها بتربية أولادها، أطبقها بتفوقها لأولادها، أطبقها أحس بيهم أسرة متكاتفة. فمو شرط أطبقها بالمادة أو أطبقها بالغيرة، لا، أظل أنا أغار بالشي اللي أستفاد منه، وأشتري وأخلي زخم بالكاونتر، لا عندي مجال. وهذا كله ما نقدر ناكله. ليش؟ والله شفت جارتي هالقد اشترت، أو شفت صديقتي، لا، أشتري بالمعقول هذا. وحبايب حتى لو شفت ماعين حلوة، حتى لو شفت ماعين مال رمضان، أشتري حسب حاجتي، ما أشتريهن وأخلي ما عندي مجال. الكاونتر متروس والبوفية متروسة، وتحسين هواي عندنا ماعين زايدة، وهواي عندنا أكل زايد، وهواي عندنا فراش زايد، وحتى الورد، حتى التحفيات، كل ما أنزل للسوق وأشتري. هذا هم شنو؟ هم هذا تحسين بيه إسراف، وهم هذا زايد عن مدخولي الشهري. فأنا ليش هيك أسوي بالمعقول، بلا أحتاجه. ليش؟ حتى الراتب يفيدني يكفيني. مثل أنا محتاجة مكنسة كهربائية، محتاجة طباخ كهربائي، محتاجة أريد أبدل غسالتي، هاي اللي أستفاد منه. بس مو أستفاد بماعين عندي زايدة، وورد عندي زايد، على أبو هذا عجبني، وفراش عندي زايد، لا، دائما أنا أسوي تصفية
ليش؟ أشوف بيتي شنو المحتاج، ما محتاجة مثل فد شي أشتريه وهو ولا عجبني رحت للسوق وعجبني، لا، شنو يعجبني المحتاجتي، على مود شنو؟ لأن أنا من أباوع الأولادي وبناتي ياخذون طبعي، فأولادي وبناتي باكر هم يفتحون بيت، وأنا لازم أعلم أولادي وبناتي على هذا الديزاين. ليش؟ حتى يقولون عندهم أم بالبيت قيادية، عندهم أم بالبيت ما تصرف الفلوس هدر. فأنا هيك يا حبايب أفكر، ما أفكر إجا رمضان أسوي هيك وأسوي هيك، لا، شو الأكل موجود الحمد لله بالمجمدة، ما أقول لك لا تسوين، بس يعني شلون واحد يعطي رأيه. كلكم على عيني وراسي وكلكم صاحبين ذوق، بس شنو أبدي أباوع العبادتي، الأولادي، البيتي، الأباوع الشخص اللي أريد أزوره، هم روحي إلها حق علي، هم أخلي لها يوم بالأسبوع تتونس، نفسيتي تتغير شوية. وهذا حبايب روتيننا لهذا اليوم، وإن شاء الله ينال إعجابكم بحق محمد وآل محمد. وكتبوا لي شنو رأيكم يعني بهيك هاي التصرفات اللي أحكيها، تلوق لكم، تحبون هيك نصائح على